بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكم سبور وين ما كنتم. هذه النشرة الترجية وإليكم أبرز العناوين. فرع الشيخ يتوج بالبطولة 36 أولى القرارات من حمد المدب بعد خسارة النهائي. عديد الأخبار المتفرقة واللي تخص اللاعبين اللي باش يغادروا الترجي الرياضي التونسي واللاعبين اللي يمكن يدعموا صفوف الفريق. أكثر تفاصيل باش تلقاو معنا في الفيديو. تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة، خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وتتابعوا صفحة بكم سبور على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك وتويتر. توج الترجي الرياضي التونسي ببطولة النخبة لكرة اليد للمرة 36 في تاريخه على إثر فوزه أمام النادي الإفريقي ذهابا بنتيجة 34-25 وإيابا بنتيجة 23-27. واستحق الترجي التتويج بهذه البطولة التي أنهاها دون أي هزيمة في 30 مباراة. وحافظ الترجي على لقب البطولة التي فاز بها الموسم الفارط، ومن المنتظر أن يراهن على لقب الكأس والثنائي خلال مواجهة النادي الإفريقي مرة أخرى في نهائي كأس تونس المقرر ليوم السبت 1 جوان 2024. إذن تتويج جديد، تتويج مش غريب على فرع الشيخ، فرع كرة اليد يعني اللي يمتلك عديد اللاعبين وعديد العناصر الممتازة جدا، وكذلك المدرب المصري السبكي. يعني تقريبا منذ قدوم هذا المدرب تغير وجه الترجي الرياضي التونسي وتغير الفريق كليا، وشفنا أنه الترجي الرياضي التونسي يتوج بالألقاب الإفريقية، الألقاب المحلية، إن شاء الله اللقب الثالث بعد تتويج الفريق باللقب الإفريقي، كذلك البطولة في انتظار الكأس إن شاء الله السبت القادم إن شاء الله ضد النادي الإفريقي. فحظ موفق لفرع كرة اليد. من كرة اليد باش نرجعوا نحكيو على كرة القدم. قرر حمدي المدب تجديد الثقة في المدرب البرتغالي ميغيل كارتوزو بعد خسارة لقب بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدف دون رد في إياب الدور النهائي. وجاء هذا القرار في ظل التركيز داخل الترجي من جانب إدارة النادي وميغيل كارتوزو حاليا على الديربي المرتقب مع النادي الإفريقي في 8 جولات البلاي أوف، وفي حال فوزه بهذه المباراة يحسم الترجي بنسبة كبيرة لقب البطولة. ومن المنتظر أن يعقد رئيس الترجي اجتماعا في الساعات المقبلة مع ميغيل كاردوزو للتحدث وفتح عديد الملفات التي تخص الراحلين عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، إلى جانب التعاقدات الجديدة وتحديد المراكز التي تحتاج لتدعيم. وفي أخبار متفرقة، نشر لاعب الترجي السابق ولاعب نادي العربي القطري حاليا يوسف المساكني صورة له عبر حسابه على الانستغرام وهو يرتدي قميص الترجي، واعتبرها البعض أنها رسالة مبطنة من النمس إمكانية عودته للترجي في الميركاتو الصيفي، خاصة وأن الفريق قادم على موسم استثنائي باللعب على عديد الألقاب والمشاركة في كأس العالم للأندية. من جهة أخرى، أعلنت قناة الكأس القطرية عن رغبة إحدى الفرق القطرية في انتداب والتعاقد مع مدافع الترجي ياسين مرياح، والذي ينتهي عقده مع نهاية شهر جوان القادم، وبالتالي بإمكانه الإمضاء لأي فريق في انتقال حر. بالشرفية بدوره سيغادر الفريق نهاية الموسم الحالي حسب ما أكدته مصادر صحفية تونسية، رغم نفيه لهذا الخبر بعد نهاية مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على إثر سؤال من أحد الصحفيين. ولكن أخبار تؤكد أن بن شرفية سيغادر إمكانية إقامة حفل لتوديع الحارس الأكثر مشاركة في دوري الأبطال وصاحب العديد من البطولات المحلية والإفريقية. ما زالت ردود الأفعال متواصلة بعد خسارة اللقب الإفريقي. أولى القرارات من حمدي المدب يعني تثبيت ميغيل كاردوزو في مكانه، وفما برشا تغييرات إن شاء الله باش تحصل في الرصيد البشري هذا اللي طلبناه، وهذا اللي باش نبقاو نطالبوا به، تدعيم الفريق بلاعبين في قيمة الترجي الرياضي التونسي والاستغناء على عديد اللاعبين وفشلوا في تقديم الإضافة، رغم أنهم فما برشا منهم جبناهم برشا فلوس ولكنهم ما يستحقوش صراحة المبالغ الكبيرة اللي دفعت على خاطرهم، لأنهم كما قلنا ما قدموش حتى إضافة في الفريق منذ قدومهم. اللاعبين اللي تنتهي عقودهم كما بن شرفية، ياسين مرياح، كيف بن حميدة، هاني عمامو، محمد بن علي، هذا من اللاعبين اللي بإمكانهم المغادرة بالمجان مع نهاية شهر جوان الحالي. الهيئة باش تفتح الملف هذا، ولكن الآن التركيز باش يكون على مباراة الديربي في مرحلة أولى. المباراة هذه اللي باش تكون نهاية الأسبوع يوم الأحد، مباراة مهمة جدا، مباراة تعتبر مصيرية خاصة بعد النتيجة اللي حصلت في رابطة الأبطال الإفريقية. لازم تكون ثم ردة فعل من اللاعبين من الإطار الفني، لازم الفوز في المباراة هذه من أجل ضمان لقب البطولة بنسبة كبيرة. إن شاء الله المعنويات تكون مرتفعة، وأكيد كاردوزو باش يبدأ العمل وباش نتلقى التدريبات من اليوم تحضيرا لهذه المباراة بحول الله.
ان شاء الله ما فما كان الخير. ان شاء الله باش تصير كما قلنا تغييرات وتدعيمات كبيره في الرصيد البشري للترجي الرياضي التونسي. الميركاتو ينطلق بعد شهر تقريبا من الان. ان شاء الله فما اخبار باهيه واخبار جيده في انتظار التاكيد نتاعها. ان شاء الله تو نحكيو عليها وانتظروا فيديوهات في خصوص ميركاتو الترجي الرياضي القادم، كيف اللاعبين اللي باش يغادروا الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله كما قلنا نحكيو في الموضوع هذا في وقته كي تتوفر المعلومه الرسميه. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.